السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ اخباركم ايه النهارده؟ بقى عندنا قرنبيط. بصوا خطير طعمه. بصوا مش عايزه اقول لكم يعني كأنك عامله فراخ مقرمشه، مش عامله قرنبيط. يعني انا كان نفسي اسمعكم الصوت، هو مقرمش كده وجميل، كأن زي خلطة الفراخ المقرمشه بالظبط. تحفه، هيعجبكم قوي قوي قوي. وطريقته سهلة برضو، مفيش اي حاجة خالص. عندنا القرنبيطية. بصوا بقى لما نيجي نجيبها، نجيب القرنبيطة اللي هي المقفلة دي، مش اللي هي تبقى الوردات بتاعتها مفتوحة عن بعضيها، لا تكون مقفلة بالشكل ده. ولو فيها اي حاجة كده مش عاجبانا، بنشيلها طبعا بالسكينة ونقطعها. نشطفها طبعا الاول. سوري معلش. بنشطفها طبعا الاول بالميه ونقطعها. هنقطعها قطع كبيره، مش هنقطعها صغيره، هنقطعها قطع كبيره. ليه؟ علشان لما نحطها تتسلق ما تتهريش معانا بسرعه، ولما نطلعها نبقى نقطعها زي ما احنا عايزين. هنا عندنا ميه بتغلي على البوتاجاز، هنحط فيها ملح وهنحط فيها كمون وهنحط فيها كمان معلقه كركم. تمام. معلقه كركم دي بتخلي لون الزهره نفسها بتاعت القرنبيط بتبقى لونها تحفه. هوريهولكوا بعد لما اطلعها من السلق. احطها اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنعمل ايه؟ القرنبيط مش بنعمل مع جنبه اي حاجه، هما شويه سلطه خضراء، شويه مخلل، وخلاص على كده. ممكن شويه بطاطس. بطاطس بقى هقول لكم بقى على البطاطس. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، انا بطلعها. انا الخلطه اللي بتتبقى من القرنبيط ببقى سلقه بطاطس نص سلقه، مش سلقه كامله، نص سلقه. وبقطعها زي ما انا عايزه كده، صوابع طويله او بتكون تخينه شويه، بحطها في الخلطه وبعملها بحمرها برضو معاها، بتبقى تحفه. بصوا انا هقطعها هنا اهو، برضو هقطعها هنا صغير بقى على حسب ايه ما انا عايزاه. انا بحبها صغيره كده. ليه؟ لما بتبقى صغيره كده بتبقى احلى، الولاد يعرفوا يمسكوها، وفي نفس الوقت ما بتبقاش واخده كده، تحسيها ان هي مليانه عجين كده. انا قطعتها كلها. بصوا لونه بجد يعني لونه تحفه. لونه تحفه. هو على فكره على الحقيقه لونه كده واحلى كمان. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل هما بيضتين اتنين للكميه اللي انتوا شفتوها دي كلها. وعلى فكرة الخلطة هتطلع طعمها تحفة، هتطلع طعمها حلو قوي. حط قرص مرق الدجاج، بيخلي الخلطة طعمها جميل قوي. ودقيق. طبعا الخلطة احنا هنعملها، مش هنعملها سايلة. سوري، مش هنعملها تقيلة، هعملها سايلة شوية علشان القرنبيط نفسه ما يبقاش تحس ان هو معجن. بصوا بقى، انا بحط بصل بودر، توم بودر، وحطيت كمان كركم، شوية ملح صغيرين عشان طبعا حاطة مرق الدجاج، كمون، وفلفل اسود. ودول نص معلقة سبع بهارات. بصوا الحاجات ديت هتطلع طعم الخلطة تحفة تحفة بجد. هنا نص كوباية مية. انا هزود كمان مية كمان. انا مش عايزاها تقيلة، انا عايزاها خفيفة. كده كده هتمسك في القرنبيط والزهرة نفسها هتاخد الطعم ده كله. حطيت كمان نص معلقة بيكنج باودر ومعلقتين نشا. دول ليه؟ بيخلي الخلطة نفسها هشة وبتبقى كريسبي كده ومقرمشة وجميلة. تمام اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا عاملاها السمك كده. طبعا الخضرة بتاعتنا انا حطيت لها الخضرة. انا بعملها خضره مشكله، مش بعمل بقدونس بس بعملها خضره مشكله وبقطعها صغير ونحطها على الخلطه. تمام. هنا بقى اللي انا بقلب فيه ده مش انا مش هقلبها في دقيق. انا جبت الفيجيتار اللي هو بنجيبه من عند العطار السايب ده. بحطها فيه بعد لما بطلعها من الخلطة. بصوا بقى، اقسم بالله بتبقى لازم تجربوها، تحفة بجد والله العظيم. هتبقى حلوة قوي قوي، الولاد هتعجبهم جدا. انا كان عندي مش بياكلوه، بدأوا ياكلوه لما كلوها بالخلطة ديت وبالقرمشة دي. اول ما نحط القرنبيط لازم الزيت يبقى سخن طبعا. وبعد كده
نخلي النار متوسطة. اي حاجة عموما احنا عايزينها تبقى مقرمشة، حتى البطاطس نفسها لما بنيجي نحمرها، اول حاجة لازم الزيت يبقى سخن جدا، وبعد كده نخلي النار متوسطة، لان لو اتحمرت بسرعة بتطرى بعد كده ما بتبقاش حلوة. بصوا بقى يعني الكاميرا مش جايبه اللون الجميل بتاعها حقيقي. انا عملت بقى البطاطس زي ما بقول لكم، زي ما عملت القرنبيط كده بالظبط، سلقتها نص سلقه ورحت حطاها في الخلطه اللي انا عملتها، وبعد كده في الفيجيتار وحمرتها. البطاطس كمان كانت روعه، كانت حلوه قوي قوي بجد. هيعجبكم قوي 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 بجد، لازم تجربوه وقولوا لي رايكم فيه. واللي مش بياكلوا هياكلوا بالخلطه وبالطريقه ديت.